تبدأ قصة الفيلم سنة 1988 بين أخين، الكبير اسمه بيل والصغير اسمه جورجي. وبيل بيعمل مركب ورق لأخوه الصغير عشان يلعب بيه في المطرة، وجورجي بيكون فرحان جدا وبينزل من البيت عشان يجرب المركب. يكون لابس بلطو بتاع مطر أصفر وبيحط المركب ويجري وراه لحد ما يقرب على ماسورة وبتكون هتقع في الصرف. لما بتقع بيحاول يجيبها وبيظهر قدامه مهرج شكله مرعب جدا. جورجي بيكون خايف منه قوي، ولكن المهرج بياخده في الكلام وبيتعرف عليه. المهرج اسمه بيني وايز، ولما بيجي يمد ايده عشان ياخد المركب بياكل ايده. بعد ما كل ايده جورجي بيحاول يهرب، لكن شده المهرج في البلاعة. بعد سنة من اللي حصل سنة 1989 يكون اليوم الأخير في مدرسة الأطفال، وبيكونوا فرحانين جدا. كل واحد فيهم بيشرح للتاني الخطة بتاعته في الأجازة. نشوف بيل مع أصحابه في المدرسة وبنعرف إن هو معاهم دايما. بيفضلوا يتكلموا على الأطفال اللي بيختفوا لحد ما اليوم بيخلص. بنشوف بنت اسمها بيفرلي بتكون واقفة مع صاحبها بين، بتمضي على المشروع بتاعه لأنها عارفة إن هو لسه جديد وملوش صحاب. وبعدها بيل بيروح البيت ويلاقي أبوه في الجراج بتاعه، وهنا بنعرف إن هو لسه بيدور على أخوه جورجي اللي اختفى من فترة، ويكون عارف إن أخوه في ماسورة الصرف وأكيد محتاج مساعدة. لكن أبوه بيشك إن بيل اتجنن وبيقول له إن أخوك مات من زمان وبيسيبه يطلع بره. وهنا مايك وهو بيوصل الأكل للبيوت بييجوا أصحابه اللي بيتنمروا عليه، وبيبعد عنهم ويدخل على شارع ضيق عشان يستخبى. يبص وراه لقى الباب بيتهز ويكون مصدوم من اللي بيشوفه، لحد ما يشوف قدامه ايادي محروقه بتحاول تهرب من النار، لحد ما الباب بيتفتح ويشوف قدامه المهرج ويكون شكله وحش وعينه حمرا. نفس اللحظه بييجوا اصحابه بالعربيه وبيتنمروا عليه وعاوزين يخبطوه. في الكنيسه بنشوف ستانلي وهو ماسك كتاب وابوه بيطلب منه يرجعه. لما بيروح المكتب عشان يرجع الكتاب بيخاف من صوره محطوطه على الحيطه لست كبيره شكلها مرعب. راح عشان يحط الكتاب بسرعه بتظهر قدامه شكلها وحش قوي وبيهرب من المكان بسرعه. بيروح المكتبه بيكون قاعد بن بيقرا في شويه كتب، بيعرف ان فيه خطف جماعي للاطفال حصل من زمان، وبيقلب في الصور وبيعرف ان الاطفال دول ماتوا في الانفجار كبير. وبعد شويه بتظهر بالونه حمراء وبتروح للارشيف بتاع المكان. بيحاول بن يروح وراها وبيشوف قدامه بيضه شكلها غريب. لما بيقرب عليها بتبعد عنه وبيمشي وراها لحد ما يشوف واحد من غير راس وبيجري وراه. ولما بص وراه عرف ان هو المهرج المرعب، لكن بيتفاجأ بأمينة المكتبة وكل حاجة اختفت من اللي كانت بتحصل من شوية. بعدها بن بيطلع من المكتبة وبيمشي وراه العيال المتنمرين عشان يغلسوا عليه. بياخدوه في مكان فاضي وبيفضلوا يضربوا فيه ويعوروه، لكن بيحاول يهرب منهم وبيزق نفسه وراه عشان يقع في الغابة. يجروا وراه عشان يمسكوه لكن بيهرب منهم. بن بيفضل يجري في الغابة ومحدش بيعرف يوصل. وبيل بيوصل مع اصحابه عند الماسورة بتاعت الصرف عشان يدور على اخوه. بيلاقي جزمة طفل من الاطفال المفقودين وبيكمل طريقه. فجأة بيلاقوا بن بيهرب من العيال دول قدامهم. في واحد من العيال بيدخل يدور على بن، بيلاقي قدامه المهرج المرعب وبيدخل عليه وبياكله. بيجيبوه في مكان عشان يكشفوا عليه ويخلوا واحد معاه ويروحوا هما الصيدلية. لما خدوا العلاج قابلوا صاحبتهم بيفرلي وقالوا لها ان هم معهمش تمن العلاج، تروح عشان تشتت انتباه الدكتور والعيال بيطلعوا ويكون معاهم العلاج والحاجات اللي عايزينها. لما بترجع البيت ابوها بيكون حالته مش طبيعية وبيتحرش بيها. بتسيبه وتدخل الحمام وتفضل تقص في شعرها لحد ما يبقى قصير. تاني يوم بيروحوا البحيرة بيكونوا خايفين منها وبتيجي بيفرلي وتنطوا قدامهم. بينزلوا وراها ولما بيلعبوا شوية يطلع بن يفضل يكلمهم عن الكتاب اللي شافه وبيقول لهم ان في اطفال كتير بتختفي كل كام سنه. قرروا يروحوا بيت بتاع بن وبيفضل يكلمهم عن الصور اللي جمعها عن تاريخ المدينه بتاعته. وايدي بيرجع للبيت وبنعرف هنا ان هو عنده مشاكل في التنفس، وبيقف قدام بيت مهجور وبيحس بحركه مش طبيعيه. العلاج بتاعه بيقع على الارض وبيجي واحد شكله مرعب
بيديهوله، بيقدر يهرب منه ويدخل على البيت وبيلاقي المهرج تاني معاه بالين حمرا، لكن بيقدر يهرب منهم تاني وبيطلع على الطريق بتاعه. ونشوف بيفرلي في الحمام بتقرا قصيدة في ظهر الكتاب. بعد شوية بتسمع صوت طالع من ماسورة بتاعت الحوض. لما بتروح تشوف جاي منين بينفجر دم في وشها وبيغرق المكان. لما بيدخل ابوها على الصوت بتاعها مش بيلاقي اي حاجة. بيل بيقوم على مية بتنقط عليه، ولما بيروح عشان يقفلها طلع له الشبح بتاع اخوه في القبو ومعاه المهرج. بيرجع تاني للأوضة بتاعته وبيعرف ان في حاجة غلط بتحصل. بيفرلي بتجيب صحابها عشان يشوفوا اللي حصل في الحمام لان ابوها مش مصدق. كلهم قرروا ان هم ينضفوا الدم من الحيط وطلعوا تاني في الشارع ويشوفوا العجلة بتاعت مايك قدامهم، وبيعرفوا ان المتنمرين بيضربوا فيه. قبل ما يعوروه في راسه بيوصل اصحابه ويفضلوا يحدفوا عليهم طوب وبينقذوه. هما بيتكلموا مع بعض، بيعرفوا ان المهرج ظهر لكل واحد فيهم. بيعرفوا ان في حاجة غلط بتحصل في المدينة. بيتأكدوا ان المهرج بيظهر كل 27 سنة وبيتغذى على الاطفال. لما بيشوفوا الاماكن اللي ظهر فيها بيعرفوا ان هي تحت بيت المهجور. بعد شوية وهم بيقلبوا في الصور بيطلع لهم من الحيط. بيل بيسيبهم ويمشي عشان يدور على اخوه جورج. راح عند بيت المهجور واصحابه بيكونوا معاه عشان يساعدوه. لما دخلوا سمعوا صوت بنت في الدور التاني وطلعوا 3 يشوفوه. فجأة بتطلع بنت من أوضة وبتتشد شدة جامدة وكل واحد بيروح في مكان. بيتفرقوا عن بعض وبيظهر لإيدي الراجل المرعب تاني بيقع في فحرة صغيرة ودراعه بيتكسر. ريتشي دخل أوضة كلها دمية مرعبة، بيفتح تابوت بيلاقي دمية شبهه بالظبط. قبل ما يطلع من المكان بيظهر له المهرج المرعب وبيل بينقذه. بعد شوية بيظهر 3 أبواب ولازم يختاروا واحد فيهم. بيلاقوا اسم باب مش مرعب وبيقرروا يدخلوا فيه، وبيلاقوا قدامهم نص بنت وبيطلعوا بسرعة. بيل بيفضل يقول له ان ده كله خيال ومش حقيقي. وهنا المهرج قرب ياكل ايد صاحبهم لحد ما تيجي بيفرلي وتضربه بسيخ حديد في دماغه. بعدها بيعور بن وبيهرب من المكان. طلعوا من البيت بسرعة وبيل بيقول لهم ان احنا لازم نركز في حياتنا. فعلا كل واحد فيهم بيركز في حياته اليومية. بعدها بنشوف المتنمرين تاني وهنري بيتعلم الرماية بسلاح ابوه بيفضل يهزق فيه. وبعد شوية بيلاقي بالونة حمراء متعلقة في صندوق، بيروح يفتحه بيلاقي السكينة اللي كان بيدور عليها. يروح البيت وبيكون عاوز يقتل ابوه ويشوف التلفزيون شغال وكل الناس بتقول له اقتله اقتله قتله. لما قتله المهرج كان فرحان جدا ومبسوط. وبعد شوية بيفرلي بتلم شنطتها عشان تطلع من البيت. الباب بيكون مقفول وابوها بيحاول يتحرش بيها كأنها بتهرب منه وبتدخل الحمام وتقفل على نفسها. ولما بيروح وراها عشان يمسكها بتقدر تضربه بالسيراميك في وشه وبتهرب. هي جاية طالعة من الحمام بتشوف المهرج قدامها ياخدها للبير بتاعه. لما بيل بيروح عند بيت بيفرلي بيلاقي ابوها مضروب ومغمى عليه في الحمام. يشوف رسالة على الحيطة بيقول له انت هتموت ومش هتعرف تهرب من. بيل بعدها بيجمع اصحابه وقال لهم ان بيفرلي خدها المهرج. لما اتجمعوا تاني بيروحوا عند البيت المهجور. وهنا نشوف هنري بيراقبهم لحد ما راح البيت وكل واحد فيهم بينزل البيت بسرعة. وهنري دخل البيت وهجم عليهم وضرب مايك، ولكن مايك بيزقه في البير بتاع المهرج. وهنا بيفرلي بتقوم من الغيبوبة على نقط دم حمراء وبتلاقي حواليها جثث اطفال بتطفو. وقبل ما تهرب من المكان المهرج بيمسكها من بقها ويفتح بقه يكون في نور طالع وبيفضل يسحرها لحد ما تكون تحت سيطرته وبتطلع هي كمان. وبيل بيشوف اخوه جورجي ويسحبه وراه، وبن واصحابه بينزلوا بيفرلي وبيحاولوا يفوقوها. بن كان واضح عليه انه بيحب بيفرلي، وبيل بيوصل لاخوه وبيفضل يتكلم معاه، لكن بعدها عرف ان هو المهرج وبيقرر يقتله. بيفضل جسمه يتحرك لحد ما يظهر على شكله الحقيقي. بيعرفهم ان هو هياكل بيل لوحده لو كلهم خرجوا من البير. كل واحد منهم بيهجم على المهرج ويقرروا ان هم يساعدوا بيل ويتخلصوا منه. بيفرلي قدرت تتخلص منه وبتحط السيخ في بقه، لكن بيحاول يهرب منهم مرة تانية لانه عرف ان هم مش بيخافوا منه. بيل بيشوف الجاكيت الاصفر بتاع جورجي واصحابه بيطبطبوا عليه وقدروا في الاخر يموتوه ويخلصوا عليه. قدامكم بقى 27 سنة تاني عبال ما يصحى. ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. على السلامة.